ألف مبروك يا بدر. ألف مبروك يا بدر. الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة. رزقنا الله برشاش. ايه الواد ده متخلف عقليا. ماله المطبخ بتاعي؟ ها ماله؟ زي الفل، تعبان شقيان فيه. كنت اتمنى ان انتوا تهتموا بالبرجر اللي انا عملته اكتر ما بالمطبخ بتاعي. ما علينا يعني. الفيديو اللي فات كانت اللايكات عليه. الفيديو دخل على 30,000 لايك تقريبا، 27 حاجه زي كده، مع انه ما جابش فيو كتير. ده حلو جدا. ليه بقى؟ مش كل فيديوهاتنا كده، بس عايزين لايكات زي الفيديو اللي فات بقى، يعني 40,000 30,000. شوف هي جايه معاك بايه واديني. عارفين بدر خلف؟ احنا اتكلمنا عنه كتير يعني كتير، يعني زمان قوي، 2019 2017 ما اعرفش، من اول ما بدانا تقريبا نتكلم عن الواد ده، البني ادم ده، الشخص ده ايا كان. بس المره دي حاجه جديده حصلت، حاجه يعني كده اكيد كدب، يعني مليون في الميه مش حقيقي. يعني دي القيامه تقوم لو ده حقيقي. بدر خلف يا جماعه ولد، خلف، يعني مش مراته خلفت، لا هو خلف الحمد لله. يعني المميز بقى بدر خلف ان هو ما خدش طريق البسكليته ده، ما نامش وصحى لقى نفسه بسكليته، لا خدها تدريجيا، طلع السلم واحده واحده، سلمه. هو في البدايه خالص كان مذيع عادي، بعدين بدا يطرى شويه كده مننا، وما بقناش عارفين الواد ماله. يتصور صور غريبه تشوفه كده تقول عليه واد ناعم، بدا يحط ماسكات على وشه ويهتم ببشرته، قلنا عادي، لحد ما فجاه بدا يعني لا خلاص الولد بدا يقلب مننا يا جماعه، لا خلاص يعني عليه العوض ومنه العوض في الولد، وانفتح بقى في السكه دي يا اخويا. ما بقناش عارفين الولد ماله، يعني ده مش هو، ده فلتر، يعني مركب وشه على واحده تاني، حوار كده. يعني الولد كل يوم يزداد جمالا. مش فاهم، ده مش جمال ده، لا دي فلاتر. حتى ده برضه فلتر عادي، ده كمان فلتر، مش هو يا عبيط. والله انا كنت زيك كده برضه، كنت لحد اخر مستجداته الفتره الاخيره، واخر فيديو كنا عملنا عليه حمل، ان هو يعني بقى حامل من جوزه سعد، اللي هو بيقول عليه ده. انا محدش عارف مين سعد ده اصلا، بس هو حامل من سعد. يا رب سهل لي ما تبقى من حملي ويسر لي ولادتي. دي كانت اخر حاجه. الجديد بقى يا معلم ان بدر الحمد لله ولد، وجاب لنا مولود صغنون. بنات صعبانه. باقي لي 8 ايام واولد. 8 ايام ويولد اهو. بنات بدأنا في العد التنازلي نجيب لنا البيبي. بنات وسوني تعبانه. بنات رايحين الطلق في اي وقت. بنات هيقولك طبيعي كمان مش قيصري. والله واد راجل كل الستات اليومين دول بقى بيولدوا قيصري، ما عادش في واحده كده. شوف بدر اهو راجل هيولد طبيعي. والله انا مفهوم الراجل والست عندي بدا يبوظ، يعني انا مش عارف هم عايزين مننا ايه. اخاف البيبي يحسبك ابوه من الشنب. ايه والله لازم اشوف له صرفه مع الشنب. النشبه اللي هو يعني اللزقه، اللي هو لازق لي، فاهم؟ يما استغفر الله العظيم. انا بضرب بالفلق جني. روح اطلع من بيتي. بضرب بالفلق مش هري مخلق اذا وقف مش هري مخلق. اطلع من بيتي. معلش بس هو كل الفيديو عادي، بس انت في الاخر بتعمل ايه يعني؟ وقف للجني واداله ظهره وبدا يعمل. هو انت عايز الجن يمشي ولا انت عايز ايه؟ مش هيمشي كده، مش هيمشي. كاتب على الفيديو ملكة الإغراء. إغراء إيه لا مؤاخذة؟ أنا شايفك عمال تحك ظهرك في الحيطة وتلف شوية ومش عارف. كل اللي فهمته من الفيديو إن أنت عايز حد يهرش لك. فين الإغراء؟ أم عباس حبيبتي شخبار، ممكن تشوفين متى راح أولد لأنه الطلق مو راضي يجيني. هلو بدرية شلونج عيني. هسه أسأل الجماعة وأقول لج يعني أقول لك بقيت بيرفكت خليجي. جاني الطلق بركاتك يا ام عباس. جماعة ساعدوني. ده مش طلق، انت قعدت على مسمار. ده مش طلق. مات الله يرحمه. مرحوم مات ازاي؟ لا ما فيش، جاله الطلق فما قدرش مات.
ما لقاش حاجه يطلع منها. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، بدر بدا يجي له مرحله الطلق، خلاص يعني خلاص ما عادش هزار، في ولاده، في مولود جاي، ونزل الصوره دي وكاتب عليها يا رب سهل ولاده دي. يا رب سهل لي حمد، يا رب سهل لي حمد، يا رب يوم اخ ظهري. ان شاء الله بيتعب فويس اوفر، مش بيتعب عادي كده يما، لا فويس اوفر. يا رب سهل لي حملي. امتى هتولد؟ انت عمال بتتعب، اولد بقى. هيولد بقى. قفل بقى في الميه. ولادة تحت المية، هيولد في المية. انت هتشخه ولا انت هتعمله ازاي؟ اول مرة اشوف ولادة في المية. تعمله في الحمام احسن. يا ربي دكتور ايش ذا؟ ايش ذا دكتور؟ قاعد تشوف فين الراس ولا؟ يما ما تحورش، فين الدكتور؟ مفيش دكتور. يا ربي امنوا ورهبوه يا ربي، يا ربي يما، يا ربي دعواتكم بنات، بنات دعواتكم. الدولة يا بنات. يا ربي الولد عايش الدور بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ايه ده؟ يا رب يسر لي ولادتي واحفظ جنيني، اللهم امين. يكرمك انت وجنينك. خلف بقى يا جماعه، خلف. الف 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 مبروك يا بدر، الف الف مبروك يا بدر. الحمد لله على تمام النعمه واكتمال المنه، رزقنا الله برشاش. ايه خلفوا رشاش، سموه رشاش عشان الولد يقولوا عبان بقى ان هو في بطن امه، يعني لا مؤاخذه في بطن ابوه. معلش يا بدر والله بطلع. اللهم ارزقني الذريه الصالحه يا رب، واجعله سند لي في الدنيا. سند ليك في الدنيا يا بدر، يعني منتظر ايه منه لما يكبر مثلا؟ خلينا نتخيل انت خلفت ولد، منتظر ايه لو انت خلفت ولد؟ يسندك في ايه في الدنيا؟ يساعدك في عمل الايلاينر ولا يركب لك الرموش؟ انا مش سند ازاي يا بدر؟ تقول لي يا ابني ناوي احمر الخدود من على التسريحه. ايه تاني ممكن يسندك فيه ابنك لما يكبر وانت بالشكل ده؟ شوف ام الصوره بتهيألي يا جماعه فعلا في بيبي، يعني دي رجلين بيبي، ممكن يكون جاب بيبي من اي حته عادي. برضه سايب ام شنبه المنبت وسكسوكته المنبته، ما تشيلهم بقى يا اخي بقى. قلبي قلبي يا الله، تبي حليب عمري قلبي؟ تبقى حليب. نفس السؤال اللي جه على بالي والله، انت برضه فكرت فيه. هتشربه منين؟ هو ده يا جماعه مش صوت طفل، هو تقريبا مشغل فويس برضه زي الفويس اوفر اللي هو بيعمله، فمشغل فويس برضه الطفل وعمال يكلمه. انا كل ما اخلص ارد على الرشاش يجيني سعد يقول لي يا ابني الجوز. كل رجل ما يحط للمرأة قيمة، حط ببالك كنت هني قبل، كنت هني حبيبي، كنت حيوان منوي، الحين صاير زي البغل. استرجلوا، احترموا البنات، البنات امك، البنت زوجتك، تحطها تاج على راسك ملعون الصير. طب يعني انت كنت ايه؟ انت كنت حيوان ايه؟ انا عايز افهم، بس انا نفسي افهم انت كنت حيوان ايه؟ استرجلوا. استرجلوا، ايوه انصحهم يا بدر، انصحهم. اخي بشمئز من الفيديوهات دي، لا بشمئز بجد. يعني هو كده واحنا عارفين ان هو كده، يطلع بقى يتدلع يلعن. قرف قرف. من الكلام اللي تقولينه دائما اقول دلعك ونظراتك وايدك كثير مهمين، وانت جالسه تدلع. يا عم شنبك بيفصلني يا عم، وانت بتنصح الحاجات دي؟ معنى ان عندك شنب وبينبت وبيطلع وكل ما بتحلقه بيطلع تاني ومخضر وباين في وشك ان هرمون التستوستيرون لسه عمال بيفرز عندك، يعني لسه هرمون الرجوله والذكوره عندك شغال، هو شغال في جسمك مش واصل لعقلك. طيب قاعده اسوي تمارين الحمل للولاده الطبيعيه، دعواتكم. انت بتعمل ايه؟ مش خايف تشخ؟ كلنا عارفين ان انت ما انتش حامل ولا اي كلام من ده، بس يعني ايه بتخليك ممكن تشخ اسرع لو في امساك ولا حاجه؟ حبيت بس اوضح لك. والله بالله انا تكفى يا ولد، تكفى بديك شنبك. يلا قوم قوم طلعني. بلانة والله بلانة، يعني احولك بعد كم يوم. اوكي طلعني، يلا راح البس. وشي كرمش وظهري اشعر. بجد ظهري اشعر. اسمعني يا سعد، كلامي وصل بي تعداك، هذا البيت بيتي، البيت هذا بيتي، ما راح اخليها تجي. مو معناته انت زوجي يعني تفرض ظهرك عليها. ما راح تتسبب بلادي، ما راح تجي. هشخ هعمل بيبي. هو عايز يضحك، هو عايز يضحك. الواد ده متخلف عقليا. طب هو بيضحك، يعني هو الموضوع كله ترول.
ايوه ترول. مرحبا، انا مديريه من الخلط الحربي. اليوم تعرضت للتحرش من ذكوري معفن عشان اخذ مش مجرد بنت وخلاص، لا انت عملت كل انواع البنات، تعرض للتحرش ان شاء الله. وكنت لابسه نقاب. رسالتي لكل متحرش، تفو عليك، ما عندك تفو عليك بجد، تفو عليك. خوات، تخيلني اختك، هل ترضى واحد يغازل اختك؟ اختي ايه يا عم انت كمان؟ اختي ايه؟ انت كده هتزيد الموضوع، انت كده مش بتعالجه، انت بتزيده. تكون في قوانين صارمه لكل شخص متحرش. احنا مو لعبه، بنات الناس مو لعبه. احنا مو لعبه، احنا بسكليتات نتأجر بالساعة، احنا مو لعبة. طلعت من الجيم، متى بتدربني؟ متى بتمرني؟ يا ابني انت انا مش عارف ليه ضحكت. ما تعرفين تدلعين؟ ركزي معي. قولي هذه الجملة. لما اقول له هو يقول له لا. طبقي الجملة هذه على الكلام العادي. هلا اي حبيبي، اموت عليك. تحبني ولا لا؟ شفتي؟ فاعتمدي ماما جملة لما اقول له وهو يقول له لا. على كل كلام انت تبين تقولينه اذا تبين تدلعين على زوج. يا ابني ده مش دلع، يا ابني ده مش دلع، انت بتودوهم في داهيه، يا ابني بتودوهم في داهيه والله. يعني مصيبه لا يكون في اطفال وبنات لسه بتكبر، او في جيل بينشأ على الحاجات دي، بيكبر وبيتفرج على بدريه وبياخد منها حاجات ياخدها اسس في حياته. ما هو الجيل الصغير ده ما يعرفش شكل الراجل من شكل البنت من اللي احنا بنشوفه اليومين دول، ما يعرفش يميز دلوقتي. تكبر بقى على الكلام اللي قالته بدريه ده وتطبقه، دي مصيبه سودة. الطريقة هذه وايد حلوة. يلا دلع يا حبيبتي، ترى نص الدلع كلام. والله يعني اقل حاجه يعملها لك، اقل حاجه برجله في بطنك، لو انت قاعد على الانتريه ولا حاجه يجيب له يديك واحده في بطنك، يعدي رجله من الانتريه الناحيه الثانيه. طب بالنسبه للحاجات اللي احنا بنشوفها دي، او بقت منتشره بشكل مش طبيعي وبتزداد اكتر من فيديوهين، او من الفيديو اللي فات او اللي قبله كنا بنتكلم عن واحد زيه كده بالظبط، او ممكن العب منه بشويه. كان في بقى بوست شفته من كام يوم كده لشخص، ما اعرفش لو لقيت صوره ممكن ابقى اعرضها ليكم كده. الشخص ده كان زي دول كده، وكان يعني منفتح جامد، وكان دايس في الحوار وعامل عمليات وعامل فيلر وعامل مش عارف ايه، وكان يعني ملون، واد ملون كده من اللي هم بتوع البسكليته. بسكليته نسيت والله، بسكليت فين الكلمه الثانيه اليوتيوب بياخد باله منها، بسكليته مش فاهمها. كان زيهم بالظبط، وكان يعني منغمس في الموضوع، يعني كان عايش، يعني ممكن يكون كان مرتبط كمان بولد ولا حاجه. وسبحان الله من عند ربنا، سبحان الله من عند ربنا، الهدايه تنزل عليه ويكتشف دين الاسلام، ويقرر ان هو يدخل دين الاسلام ويبعد عن كل اللي هو كان بيعمله ده، ويبقى راجل زي ما ربنا خلقه بصوت راجل، مش يلعب في شكله يبقى بنت، لا. وبعد كل البعد عن حياته الاولانيه اللي هي كانت كلها بسكليتات وكلها حاجات عليها غضب من ربنا. اللي عايز اوصل لك بقى ايه، ان الهدايه من عند ربنا. ما حدش بقى يجي يقول لك ان ده خلل هرموني، ربنا مش خلق حاجه غلط. صح لو في عيب خلقي بيحصل تصحيح جنس بقى، ما اعرفش بيحصل حاجه زي كده، يعني الازهر بيفتي في الموضوع ده، انا ما اعرفش فيه ولا اعرف افتي فيه. لكن انت تتخلق راجل وشكلك راجل وهرموناتك راجل، كل حاجه فيك راجل، وانت تغير اللي خلقك ربنا عليه، ده اكبر حرام. وربنا برضو وعدك بعقاب في الاخره. ده غير كمان ان ربنا وراك آية على الأرض هنا كمان لما خسف بقوم لوط الأرض. فمع كل ده ومع الآيات اللي احنا شفناها والمعجزات على الناس اللي شبه كده، في ناس برضه بتدعم الناس دي. تحياتي لكل واحد محافظ على رجولته، تحياتي لكل واحد محافظ على ونستها. لو انت بقى كملت بعد الدقيقه دي، يا ريت تعرض الفيديو ده يعني انهي دقيقه عجبتك، او انهي لقطه عجبتك، او عرفت كملت بعد الدقيقه كام والثانيه بالظبط. يا ريت تيجي على الانستجرام، يا ريت تيجي تعمل لي فولو، بس مش هو تعمل حاجه، اعمل لي فولو وامشي، يعني فاهم، سيبه كده. بس يا باشا انت كملت لحد دلوقتي، لو انت مش لايك انزل اعمل لايك في القناه، اشترك في القناه، يا ريت تشترك في القناه عشان نسبه 94% 45% مش مشتركين في القناه، بعد اذنك هتشترك. بس كده، باي باي.